ضباط الكتيبة المصرية كانوا متدينين وعارفين تعاليم المسيحية كويس، ورفضوا بشكل قاطع ان هم يشاركوا في كل المراسم دي. قالوا له لا يا دقلديانوس، احنا مسيحيين في المرتبة الاولى وتابعين للامبراطورية الرومانية في المرتبة الثانية. لهم طب ادام انتوا بقى رجالة كده استحملوا بقى. وقف الكتيبة المصرية صفوف ومسك واحد واحد بقى يجلده علشان يرجع في كلامه، واللي ما يرجعش في كلامه بتتقطع راسه. هنا هخليك تخمن بعد الامبراطور دقلديانوس عمله ده كم واحد من الكتيبة المسيحية المصرية رجع في كلامه ونقد المسيحية. احب اقول لك انه حتى بعد التعذيب ان ولا ضابط مسيحي قبطي من افراد الكتيبه قبل ان هو يقدم قرابين او تبخير او يركع للامبراطور دقلديانوس. يعني ولا واحد نقد المسيحيه امامه، ولا واحد، لدرجه ان دقلديانوس اتعصب جدا، اتغاظ ان هم مؤمنين باله كل الايمان ده ورافضين ان هم يركعوا امام التمثال الغلبان بتاعه، فذبحهم كلهم في مذبحه اتوصفت بابشع الاوصاف. عملت المذبحه دي في مدينه اجون السويسريه اللي اتسمت بعد كده باسم ساموريس على اسم قائد الكتيبه المصريه. قال الامبراطور الروماني دقلديانوس يموت بالحسره. مين هيرضى يؤمن بيه ويألهه بعد ما 6600 راجل اختاروا الموت عن ان هم يعترفوا بيه؟ تقول لي طب استنى، وبطلة قصتنا فيرينا القبطيه فين؟ اقول لك ان قبل المذبحه احنا ما كناش نعرف عنها اي حاجه، لانها كانت بنت عاديه جدا في مصر. بس لما حصلت المذبحه دي عند حدود سويسرا، هربت فيرينا والممرضات لكهف في جبال الألب السويسريه. بداوا الممرضات وعلى راسهم فيرينا يخدموا اهل وسكان المنطقه اللي كان واقع فيها الكهف اللي موجود في جبال الألب السويسريه. زي ما قلنا في اول الفيديو ان هم كانوا بيعيشوا كقبائل في اماكن متناثره، ومنهم كان بيعيش على الجبال. زي ما قلنا ان بداوا الممرضات وعلى راسهم فيرينا يقدموا خدمات لاهل المنطقه دي اللي كانوا بيعانوا ساعتها من الفقر والجهل والمرض. ساعدت فيرينا بنات سويسرا ان هم يعرفوا ويحافظوا على نظافتهم، فهمتهم يعني ايه نظافه شخصيه، وده طبعا هيعود بالايجاب على صحتهم الجسديه. علمتهم ازاي يغتسلوا وازاي يمشطوا شعرهم باستخدام الفلايه المصريه، لدرجه ان هم سموها صاحبه الفلايه الفرعونيه. الواضح كده ان بنات سويسرا زمان كان عندهم امل يا صديقي.